يلا بينا يا أصحابي نبدأ ونقول بسم الله. يلا بينا نعمل شربات. 3 كوبايات من السكر، 3 كوبايات من مية، ومعانا هنا نص ليمون. أول ما تغلي يا أصحابي هنحط لها نص ليمون. يا أصحابي قربت تغلي أهو يا أصحابي، هنسيبها على النار 10 دقايق. هنحط كده يا أصحابي الليمون فيه زي ما انتوا شايفين، وهنبدأ نقدر يا أصحابي الهريسة. شايفين يا أصحابي معايا دقيق سميد اهو، هنا هناخد منه 4 كوبايات. هنحط يا أصحابي كوباية، لسه كمان 3 كوبايات. أصحابي لسه كمان كوبايتين، ولسه كمان آخر كوباية. يا أصحابي حطيت دقيق السميد. شايفين يا أصحابي هو قرب يغلي معانا اهو. هنصفي بقى عليه يا أصحابي خلاص الشربات. أنا معايا هنا كوباية ونص من السكر، هنزل بيهم على دقيق السميد. معايا هنا أصحابي معلقة من البيكنج صودا، هنزل بيهم. شايفينه يا أصحابي، وهنزل ب3 معالق يا أصحابي من اللبن البودرة. 3 معالق كده يا أصحابي كبار، بيفرقوا في الطعم جدا. يا أصحابي هنشيله بقى. معايا هنا يا أصحابي ربع معلقة صغيرة من الملح، هنقلبهم كده يا أصحابي. بجد تحفة روح. حبيبي وصلوا. أنا هو يا أصحابي بقلب معاكم. أنا معايا هنا يا أصحابي نص كوباية من الشربات، هنزل بيهم كده يا أصحابي. هنبس بيهم يا أصحابي الدقيق لحد ما يبقى مربى. برضو هنقلب بالماء يا أصحابي، وبعدين يا أصحابي أفرم بإيدي كده لحد ما يبقى شبه اللمبة. نفركه يا أصحابي كده بإيدي. شايفين؟ شايفين يا أصحابي العجينة بقت مرملة معايا. ودلوقتي بقى يا أصحابي هنضيف لها كوباية ونص من المية الدافية يا أصحابي، وهنقلب. يلا بينا يا أصحابي نقلبها جامد علشان نحطها يا أصحابي في الصينية ليلة كاملة، أو يا أصحابي 8 ساعات على الأقل. شايفين يا أصحابي؟ هو ده يا أصحابي قوامها اللي أنا عاوز. ده الكلام 100%.
جربت الطرق دي يا أصحابي اقتصادية جدا. شوفني يا أصحابي معايا هنا صينية مدهون شوية سمنة، عادي يا أصحابي ممكن تدهنوا زيت، زبدة، أي حاجة. المفروض ندهن الصينية وأنزل بيهم كده يا أصحابي. على فكرة الكمية دي يا أصحابي كبيرة، عامل صينيتين، إنما بقى انتي صينيتك كبيرة هتكفي. انا هنا يا اصحابي بسوي شكلها عشان احسبها يا اصحابي يوم كامل او 8 ساعات زي ما قلت لكم. شايفين؟ هنحط كده على وشها يا اصحابي بالكيس ده وعشان ندخلها التلاجة. شايفين يا اصحابي ده شكلها بعد ما طلع في التلاجة. شايفين يا اصحابي قوامة مسك ازاي؟ دلوقتي بقى اقطعها مربعات يا اصحابي وزينهم بالسوداني. انا هنا يا اصحابي اهو قطعتها مربعات. يلا بينا عشان نزينها كده يا اصحابي بالفول السوداني. شايفين يا اصحابي؟ عايزة تحطي مكسرات حطي يا اصحابي براحتك، اي حاجة تكون عندك، بس تخديها شوية. انا هنا يا اصحابي اهو حطيت عليه الفول السوداني. شايفين يا اصحابي شكلها حلو ازاي؟ يلا بينا ندخل الفرن يا اصحابي على درجة حرارة 200 تاخد لون من تحت. شفنا أصحابي طريقة سهلة جدا وما خدتش وقت، وعملنا صينية هريسة فرحنا أولادنا. شايفين أصحابي شكلها بعد ما طلعت من الفرن. احنا هنمشي على الخطوط كده يا أصحابي تاني علشان نحطها يا أصحابي تاني في الفرن تاخد اللون من المش ده. شايفين يا أصحابي صينية الهرسة دي يا أصحابي يعني في وقت قصير جدا ومبتاخدش وقت، ومن جربوا الطريقة دي وهتعجبك جدا بجد رائع. انا هنا يا اصحابي اهو طلعتها. انا هدخلها بقى تاني يا اصحابي الفرن عشان تاخد اللون من على وش. شايفين يا اصحابي انا هنا طلعتها اهو. شايفين بعد ما خدت وش الذهبي. انا معايا كده يا اصحابي مكعبات زبدة هنحطها على الوش كده. شايفين يا اصحابي؟ عايزة تحطي يا اصحابي غير الزبدة حطي سمنة عادي. انا حطيت يا اصحابي في الشربات ده يا اصحابي زبدة سمنة مرة واحدة بس يا اصحابي بتفرق في الطعم جدا. انا هنا اصحابي بسيح الزبدة على الوش، على الوش كده اصحابي. انتي عندك بقى فرشة يا اصحابي اعملوا بيها الفرشة اسرع يا اصحابي.
انا بقى يا اصحابي شرايح الفرشة بتاعتي، وقلت بقى اتصرف المعلقة. هقف مني يا اصحابي عشان الفرشة مش موجودة. هعمل ايه؟ لازم اتصرف. شايفين يا اصحابي الجمال؟ بجد تحفة. الله الله يا اصحابي على الجمال. صلى على النبي. الريحة بقى يا اصحابي، يا اصحابي جامدة، مش عاوز اقولكوا عليه. انا هنا يا اصحابي اهو دهنت الزبدة. اخر حاجة معايا بقى يا اصحابي، هنسقيها بالشربات عشان نقدمها بألف هنا والشفا. يا اصحابي بس ايه الشربات اهو، شايفين؟ اهم حاجة يا اصحابي يكون الشربات يا اصحابي بارد والهريسة سخنة جدا. بس كده يا اصحابي. شايفين يا اصحابي؟ عملنا صينية هريسة جدا يا اصحابي في اسرع وقت، وفرحنا ولادنا كده. شايفين؟ انا هنا يا اصحابي همشي على الخطوط. شايفين يا اصحابي؟ علشان هطلع واحدة كده. بجد تحفة. حدا شايفين يا اصحابي الجمال؟ وخلاص كده خلصت وصفة النهاردة. هبقى اشوفكم في حلقة جديدة، والسلام كده. ما تنساش تعملوا اشتراك في القناة بقى. خلاص كده يا اصحاب خلصت وصفة النهاردة. هبقى اشوفكم في حلقة جديدة، والسلام كده. ما تنساش تعملوا اشتراك في القناة. باي.